القصر اللي احنا فيه النهارده واحد من اجمل القصور والتحف النادره اللي ممكن تشوفها في حياتك، وهو قصر المنتزه في اسكندريه. طبعا كلنا عارفينه، لكن ايه هي قصته بالظبط؟ تعالوا مع بعض نعرفها. قصر المنتزه اتبنى سنة 1892، واللي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني. المنطقة كانت عجبته جدا وهو بيتمشى مع فرقته الموسيقية على البحر، وقرر انه يبني القصر والجناين اللي حواليه، واطلق عليه قصر السلاملك علشان يكون استراحة له ولصديقته المجرية اللي اتجوزها بعد كده واتعرفت باسم جويدان هانم. وبعدها جه الملك فؤاد الأول سنة 1925 وبنى قصر الحرملك علشان يكون مقر العائلة المالكة لقضاء فصل الصيف. وفضل قصر المنتزه مقر للأسرة العلوية لحد الملك فاروق، وهنا اتولدت بنته الأميرة فريال سنة 1938 من زوجته الملكة فريدة. لكن بعد ثورة 52 اتفتحت الحدائق قدام الشعب، وقصر السلاملك بقى فندق، أما الحرملك فاتفتح زيارته لكل الشعب.